بيبدأ الفيلم بلايت، وده بقى طالب عبقري بيحل الواجبات المدرسية لزمايله الفشلة، بياخد منهم فلوس في المقابل طبعا. وفي اليوم ده وهو قاعد في المدرسة بتقوم عاصفة قوية ومطرة شديدة والكل بيجري وبيستخبى ما عدا لايت بيفضل قاعد مكانه. فجأة كده وبدون أي مقدمات بتقع عليه مذكرة لونها أسود جاية من الفضاء، بيحطها في شنطته وبيمشي. وهو في الطريق بيشوف كيتي وده واد معاهم في المدرسة، بس عيل فاشل ساقط له كام سنة كده لحد ما طلع له شنب وهو في المدرسة، وبيبقى بيرخم على المزة بتاعته. ولما بيعمل سيد الرجالة وبيروح يتخانق مع كيتي بيتضرب وبيقع يلحس التراب. وهنا بقى بتقع أوراق امتحانات العيال اللي بيحلها لهم. وهنا واحد من المدرسين بيشوف الورق ده وبيودوه للمدير، بيعرفوا انه بيسرب الامتحانات وبيحلها كمان، وبيتحكم عليه بأسبوعين حجز في المدرسة. طبعا ولا هممهم عينه اللي كيتي رماها له، وكأن المدير مش فارق معاه المشاكل قد ما هو فارق معاه نجاح العيال. بعد ما بيخش أوضة الاحتجاز بتدخل له ميس هاني وبتعرفه انه مش علشان محتجز ينام براحته، وبتفوقه وبتمشي. هنا بقى لايت بيجيله فضول انه يفتح المذكرة اللي وقعت عليه من الفضاء ويشوف ايه اللي مكتوب فيها. بيحط التفاحة بتاعته على المكتب وبيبدأ يقرأ المذكرة. في أول صفحة بيلاقي انه مكتوب القاعدة الأولى: أي شخص هيتكتب اسمه في المذكرة دي هيموت. بعدها القاعدة التانية هي إنك لازم تفكر في شكل الشخص ده وإنت بتكتب اسمه. وقبل ما يكمل القاعدة التالتة بتحصل دربكة في المكان والنور بيقطع، وفجأة تفاحته بتختفي، وفي كور إزاز صغيرة كتير بتدخل من تحت الباب، وفجأة بيظهر له العفريت القمر ده. لايت بقى لما بيشوفه بيترعب وبيجري بسرعة جوه الأوضة ومش عارف يروح فين. بيبص لقى التفاحة بتاعته متاكلة ومرمية على الأرض، والبعبع ده بيقول له: إيه يا اسطى، هنبدأ دلوقتي؟ هنا بقى لايت بيموت في جلده، بس أكيد ده حلم وهو نايم، وبيضرب نفسه بالقلم علشان يفوق، بس للأسف مش قادر يطلع من الحلم اللي فيه كائن غريب طوله 3 متر ويشبه الكيان الشيطاني. لا 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 لا، مش معقول. هنا بقى اللعبة بتعجب الكائن ده وبيقول له إنه بيحب الأحلام وعاوز يحلم معاه، اللي هو وراك مش هسيبك، وبيطلب منه يروح ويبص من الشباك. هنا لايت بيشوف كيتي بيضايق في المزة بتاعته، وهنا بقى الكيان بيطلب منه يعتبر نفسه لسه في حلمه ويخلص على كيتي ويكتب اسمه في المذكرة. لكن لايت خايف مش قادر يفكر، والكائن ده بيقنعه إنه يكتب اسم كيتي، لكن لايت بيقول له: مش معايا قلم. طبعا الكائن ده عامل حساب لكل حاجة، بيديله القلم اللي هيكتب بيه، وبيقول له إنه طالما عمل حاجة يبقى لازم يعملها صح قوي، وبيطلب منه يكتب الطريقة اللي عاوز كيتي يموت بيها. بعد ما بيخلص لايت كتابة بيقوم وبيبص من الشباك، بيشوف عربية شايلة سلم حديد بتعمل حادثة مع عربية تانية، والسلم الحديد بيتزحلق وبيقع وبياخد معاه دماغ كيتي في مشهد بيصدم الكل بما فيهم لايت نفسه. هنا بقى الكائن بيعرفه انه يقدر يعمل حاجات عظمة خالص بالمذكرة دي، بس لازم في الأول كده يجمد ويعرف أعدائه. لكن لو هتطلع عيل طري وتخاف، سيب المذكرة دي في أي مكان وأنا هقدر ألاقي واحد غيرك لمذكرتي دي ويكون راجل وقدها. بعدها بقى بيروح لايت للبيت بعد الحادثة اللي حصلت، وهو بيفكر إذا كان المفروض يكمل ولا كفاية كده. وهو بيتعشى مع والده اللي بيبقى مش طايقه وبيتخانقوا لأنه مش ناسيله إنه ساب مجرم يخرج من السجن من غير ما يتحاسب، وإن المجرم ده هو اللي دهس والدته بالعربية وتسبب في موتها، ومش متخيل إن ضابط شرطة ممكن ما يحققش العدالة ويخرج مجرم من السجن. هنا بقى والده بيتعصب عليه لأنه بيقول كلام ما يصحش يقوله، ولايت بيسيبه وبيطلع على أوضته، بيطلع مذكرته، بيكمل قراءة القواعد، وبيعرف إنه بعد ما بيكتب فيها الاسم الوحيد اللي يقدر يحتفظ بيه هو حارس المذكرة، واللي بيبقى اسمه رايك، وده بقى مش حيوان أليف ولا صديق ممكن يتوثق فيه. هنا بقى النور بيقطع، لايت بيتأكد إن رايك جاي، وطبعا بيحب التفاح فبيحط له التفاحة. بيدخل رايك وبياكلها وبيعرفه إنه النطق الصحيح لاسمه هو ريوك. هنا بقى لايت بيسأله عن أهمية مذكرة الموت دي وإزاي يقدر يستفيد منها. ريوك بيرد على سؤاله وبيعرفه إن كل إنسان بيقضي لحظاته الأخيرة في الحياة جنب ملك الموت، وإنهم كل اللي بيعملوه إنهم يأثروا على اللحظات دي، وده موجود في القاعدة 20، وهو إنك ما تقدرش تأثر في الهدف لأكتر من يومين قبل موته. أما القاعدة 28 فبتقول إن طرق الموت لازم تكون ممكنة، يعني ما تقوليش عاوز فلان تخبطه طيارة وهو نايم تحت السرير، ولا تخلي سمكة قرش تاكل شخص وهو لا مؤاخذة في الحمام. هنا بقى ريك بيعرفه إن المذكرة لو بعدت عنه لأكتر من 7 أيام ساعتها هيضطر إنه يلاقي واحد غيره يديله المذكرة. وهنا بقى لايت بياخد المذكرة وبيجري على درج المكتب وبيخرج الجريدة اللي نشرت خبر وفاة والدته، بيشوف اسم المجرم اللي عمل فيها كده وهو سكوبال، وبيبقى متوتر وهو بيكتب اسمه في المذكرة والطريقة اللي عاوزه يموت بيها، وبيقفل المذكرة تاني. بنروح لسكوبال وبيبقى سهران في كازينو، وبدون أي مقدمات الملاحة بتقع من على الترابيزة وهو بياكل،
الويتر بيتكعبل فيها وسكينة الأكل بتتغرز في سكوبال وبيموت وقتي وكأنه مشهد في فيلم قديم. بعدها بنشوف والد لايت بيدخل له الأوضة وبيبقى مبسوط، بيعرفه إن سكوبال اللي أنهى حياة والده مات امبارح بالليل في الكازينو. طبعا لايت بيكون عارف أصلا. وبعد ما والده بيمشي بنشوف ريوك بيضحك ضحكة انتصار. تاني يوم بنشوف لايت بيروح المدرسة، مش بيفارق المذكرة بتاعته أبدا، بيبقى عاوز يفهم كل القواعد والتحذيرات اللي فيها. وهنا بتشوف البنت اللي هو معجب بيها وبتعزيه في موت صاحبه كيتي، وبتبقى زعلانة على اللي حصل له، وبتعرفه إنه مهما كان مؤذي فهو في الأول وفي الآخر صاحبهم، وكمان الطريقة اللي مات بيها مؤسفة جدا. هنا بقى المزة بتتعرف عليه وبتقول له إن اسمها تيا، بتتأسف له إنه اتحجز بسببها، بس هي ما كانتش تعرف إنه شايل معاه امتحانات العيال. لايت بيقول لها تعالى اما اوريكي حاجة غريبة جدا وهتعجبك قوي، وبياخدها وبيدخلوا الفصل وبيطلب منها ما تخافش من اللي هتشوفه. بيقول لها اهو جه، اجمدي بقى كده وبصي وراكي بقى وقولي لي ايه رايك. لكن تيا بتستعبطه وبتقول هو ماله ده عبيط ولا ايه، مفيش حاجه. ريك بيعرفه ان محدش يقدر يشوفه غير حارس المذكره، ولايت بيقول لها انه عنده اله موت وهو اللي شال راس كيتي. طبعا تيا بتبقى شايفاه معتوه، ولايت بيشغل الانترنت وبيجيب لها بث مباشر لجريمة اختطاف، وبعدها بيكتب حاجة في المذكرة وبيقلبها. وهنا بنشوف ان الخاطف بيقف في وسط الشارع وبتيجي عربية وبتشيله. هنا لايت بيوري لها اللي هو كتبه في المذكرة، وتيا بتتصدم لما بتكتشف ان ده نفس اللي لايت كتبه في مذكرته. من اللحظة دي بقى لايت وتيا بيبدأوا ينتقموا من كل الأشخاص اللي عملوا جرائم وفلتوا منها، يمكن يقدروا يغيروا العالم ويبقوا أبطال خارقين. لايت بيعرفها إنه لقى المذكرة مليانة أسماء، وده معناه إن اللي كانت معاه قبله أنهى حياة ناس كتير جدا. أول ضحايا لايت وتيا هيكون ضابط فاسد بيعذب المساجين، لازم يموت بالصعق الكهربائي علشان الناس يشكروهم، وفعلا بتتنفذ المهمة. ومن اللحظة دي إله الموت هيخلص على كل الأشرار، ولايت بيقترح إنه يسمي نفسه اسم زي الأبطال الخارقين كده، وبيسمي نفسه كيرا. ده في اليابانية معناه القاتل، النطق يعني الياباني لكلمة كيلر القاتل، وفي لغات تانية برضو كيرا معناها المظلم. علشان كده لايت بيستقر على الاسم ده وبيبدأ ينفذ بيها جرايمه، وهو متخيل إنه بكده بيحقق العدالة. بدأت سلسلة جرايم متتالية، والفاعل سايب إمضة واحدة وهي كيرا. الأخبار بتنتشر في كل مكان، بتبدأ الناس تعمل ثورات لكيرا وبيلقبوه بالمنقذ الأخير قاتل الأشرار. ومش بس كده، ده لما خبر كيرا بينتشر في العالم كله بتقل نسبة الجريمة والكل بيبقى خايف منه. لا ومش بس نسبة الجرائم قلت، ده كمان في مجرمين كتار سلموا نفسهم للشرطة واعترفوا على نفسهم علشان يتعاقبوا ويهربوا من عقاب كيرا. أما في طوكيو فبنشوف إن في عيلتين كان في ما بينهم مشاكل بيخلصوا على بعض داخل ملهى ليلي، بتبقى مجزرة فعليا والمنظر غير مألوف. طبعا كيرا هو اللي خلاهم يخلصوا على بعض، بيبقى كاتب اسمه على الحيطة بالمادة الحمراء. وهنا بقى الشركة بتستعين بإيلا، واللي بيستنتج إن كيرا ده أكيد شرطي أو حد ليه علاقة بالشرطة، وده لأنه بيعرف كل المعلومات عن ضحاياه. المفاجأة بقى إن اللي بيمسك قضية كيرا هو جيمس، وده لأنه مش بيبقى شايف كيرا بطل شعبي زي ما الباقيين شايفينه، ولكنه شايفه مجرم ويستحق الحبس، ومالوش الحق إنه يعيش دور القاضي ويحكم بالإعدام على أي شخص ما يعجبوش. بيخش جيمس لمكتبه، بيشوف عمليات التخريب اللي فيه بسبب المناصرين لكيرا، وبيمشي بعدها وبيروح لمساعد المحقق إيلا وبيطلب إنه يساعده في التحقيقات. بنشوف إيلا بيخرج في مؤتمر صحفي وبيستفز كيرا، بيقول إنه بيقتل بس الشخص اللي عارف اسمه وشكله. أما جيمس فلما بيروح بنشوف لايت بيحاول يستفسر عن شكل إيلا ده، وخصوصا إنه لابس وشاح على وشه ونص وشه متغطي، وطبعا لايت مش قادر يعرف شكله. والصدمة بقى إن أبوه بيرفض يديله المعلومات اللي هو عاوزها. تاني يوم إيلا بيعمل قائمة بكل أسماء الشرطيين وعائلاتهم علشان يراقبهم، وده طبعا لأنه شكك إن كيرا واحد من أفراد الشرطة. طبعا لايت بيبقى متراقب بما إنه ابن شرطي. لما لايت بيحس بالمراقبة بيقابل تيا وبيعرفها إنه هيوقف شغل بالمذكرة اليومين دول ومش هيخلصوا على حد لأنهم متراقبين. بس رأي تيا كان مختلف، بتعرفه إنه غلطان وإنه لازم يدور على جميع أفراد الشرطة اللي مشتركين في قضية كيرا ويكتب أسمائهم في المذكرة ويموتهم علشان يعرفوا إن كيرا صعب السيطرة عليه، وده عقاب أي حد يحاول يوصل له. بس لايت بيرفض الفكرة دي لأنه مش قاتل وإنه بس كان بيحقق العدالة. تاني يوم بنشوف 21 واحد من أفراد الشرطة بيطلعوا فوق برج عالي وبيرموا نفسهم. لايت بيبقى مستغرب لأنه ما كتبش حاجة، وهنا بقى بيستنتج إن ريوك عمل كده من نفسه وهو اللي كتب أسمائهم في المذكرة. لايت بيروح لريوك وبيهدده إنه لو كتب أسماء حد تاني في المذكرة من غير علمه هيكتب هو اسمه وهيقتله، لكن ريوك بيعرفه إن آخر واحد عمل كده مات قبل ما يكمل حروف الاسم. تاني يوم جيمس بيعمل مؤتمر صحفي وبيقلب الرأي العام كله على كيرا لأنه بقى قاتل بعد ما كان بيحقق العدالة. بيعرفه إنه مش هيسيبه غير لما يقبض عليه،
وحتى لو قتله هيجي محقق بداله ويستلم المهمة دي وهيخلص عليه. تيا بقى لما بتشوف كلام جيمس ده بتحس ان دي نهايتهم وانهم ممكن يتكشفوا، علشان كده الحل الوحيد انهم يخلصوا على والد لايت. لكن لايت بيرفض كلام تيا ده نهائي. ازاي يعني يموت ابوه؟ مستحيل طبعا. بعدها بنشوف إيلا بيروح لجيمس وبيطمن انه لسه ما ماتش، وعلشان كده بيستنتج ان كيرا هو لايت ابن جيمس، وعلشان كده ما خلصش على ابوه. بيروح إيلا وبيقابل لايت وبيعرفه انه متأكد انه كيرا، وعلشان كده عفى عن والده وما موتوش. لكن هو مش هيعفو عنه وهيقبض عليه وهيدفعه ثمن قتل 400 شخص حوالين العالم، وانه بدأ لعبة اكبر منه هو مش هيسمح له انه هيكملها. لايت بيفضل سامعه لحد ما بيخلص كلامه، وبعدها بقى بيكشف له ورقه كله وبيقول له يشوفوا مين هيكسب في الاخر. بيرجع لايت للبيت وتيا بتبقى مستنياه وبتتأسف له انها طلبت منه يقتلوا ابوه وانها كانت خايفة تخسره لو اتكشفوا. هنا بقى لايت بيفجر لها المفاجأة، بيعرفها انه لازم يقتل إيلا لانه كشفه، بس مستني لحد ما يعرف اسمه الحقيقي علشان يكتبه في المذكرة ويشوف شكله كمان علشان يقدر يفكر فيه. بيعرفها ان الوحيد اللي هيقدر يساعدهم هو أتاري مساعد إيلا. بيفتح المذكرة وبيكتب فيها ان أتاري هيتصل على لايت ويقول له على الاسم الحقيقي لإيلا وبعدها هيموت. وتيا بتبقى مش موافقة على موت مساعد إيلا لأنه ملوش ذنب، ولايت بيطمنها إنه ممكن يحرق الصفحة اللي كتب فيها الاسم وبكده الشخص ما يموتش. لكن ريك بيعرفه إنه ملوش غير فرصة حرق صفحة واحدة من المذكرة. في الوقت ده تليفون لايت بيرن، ولما بيرد بيبقى أتاري. بيعرف لايت إنه ما يعرفش الاسم الكامل لإيلا، وده لأنه اتربى في دار أيتام وكانوا بينادوله بإيلا بس. هنا بقى لايت بيأمره إنه يسافر للدار دي ويعرف له اسم إيلا منهم ويرجع ويعرفه له قبل يوم 12 الساعة 7. فعلا تاني يوم بيسافر أتاري، بيفضلوا يدوروا عليه ومش بيلاقوه. وهنا بقى إيلا بيتأكد إن كيرا خلص عليه أو على الأقل يعرف مكان اختفائه. بيروح إيلا للبيت وبيهدده إن أتاري لو حصلت له حاجة يبقى هو السبب، ويعرفه إنه هيقبض عليه ومش هيرحمه. بنشوف إيلا بيهجم على لايت علشان يضربه، لكن جيمس بيدافع عن ابنه، والشرطة بتيجي وبتفتش بيت جيمس كله، ولكنهم مش بيلاقوا أي دليل إدانة ضد لايت، حتى مذكرة الموت مش موجودة. تاني يوم بنشوف لايت بيتصل على أتاري بيسأله إذا كان وصل لمكان الدار ولا لأ. طبعا أتاري بيبقى مغيب، بيرد عليه وبيعرفه إنه بمجرد ما هيوصل للدار ويعرف الاسم هيبلغه بيه فورا. بعدها بيروح لايت لتيا المدرسة، بيبقى قلقان وبيعرفها إنه ملقاش مذكرة الموت ومش عارفها راحت فين، وتيا بتديله ورقة مكتوب فيها إن المذكرة معاها، وبتعرفه تيا إنهم عاملين حفلة في المدرسة بالليل. بيروح لايت وبيحضرها، وهنا بقى بيستغل الفرصة وبيروح لدولاب تيا علشان يسرق المذكرة. في نفس الوقت ده بنشوف أتاري بيوصل أخيرا للدار وبيدور في الملفات بتاعة الدار لعل وعسى يوصل لأي ورقة يكون فيها اسم إيلا. وقبل ما الساعة تيجي 7 لايت بيدور على المذكرة علشان يحرق الصفحة اللي فيها اسم أتاري علشان ما يسيبوش يموت، لكنه بيتفاجئ إنها مش موجودة. بيتصل لايت على أتاري وبيأمره يهرب من المكان اللي هو فيه بسرعة، لكنه للأسف ما بيلحقش. بيدخل أمن الدار وبيفتكروه حرامي وبيخلصوا عليه بالرصاص، ولايت بيتضايق جدا لأنه ما قدرش ينقذه، وبيبقى متأكد إن تيا هي اللي قطعت الورقة من المذكرة وسابت أتاري يموت. بيرجع لها وهو متضايق منها وبيقول لها ازاي جالك قلب تخلصي عليه وهو ملوش ذنب. هنا تيا بقى بتعرفه انها عملت كده عشان تحميه من المراقبة اللي كانت عليه. بتعرفه كمان انها كانت السبب في انتحار ال21 شرطي اللي نطوا من فوق السوق، وانها قابلت مديرهم وهددته بالصاعق الكهربائي وخلته يكتب اسمائهم كلهم في المذكرة، وبعدها كتبت طريقة انتحارهم، وبكده هي اللي كانت السبب في انتحارهم مش رايك زي ما لايت كان فاكر. انتوا متخيلين انها خدعت العفريت؟ انهن السيدات يا سادة. بتعرفوا انه طالما مش قد المذكرة ومش عارف يستخدمها يسيبها لها وهي هتعرف تتصرف معاها، وانه لو ما سابلهاش المذكرة وخلاها هي تبقى الحارس هتسيبه يموت في نص الليل زي ما كتبت له في المذكرة، وانها بعد ما هتبقى الحارسة للمذكرة هتبقى تحرق الصفحة اللي كتبت فيها نهايتها. بتيجي الى مكالمة ان أتاري اتقتل في الدار. بيتعصب جدا وبيروح للايت علشان يخلص عليه وينتقم منه. اما لايت في الوقت ده فبيبقى بيجري بعد ما اتاكد ان تيا هتموته وكتبت اسمه في المذكره، بيبقى عاوز المذكره دي علشان يحرق صفحته. اما جيمس فبيعرف ان إيلا ناوي يخلص على ابنه وبيؤمر بحمايته منه. لايت في الوقت ده بيبقى معاه المذكره وبيفتح موقع على الانترنت وبيشوف مجموعه من المطلوبين للعداله وبيكتب اسمائهم في المذكره علشان يموتوا، وبعدين بيهرب بسرعه وبيبعت رساله لتيا علشان تقابله، لكنه بيتفاجئ بإيلا واللي بيبقى عاوز ينهي حياه لايت.
في الوقت ده بيخرج واحد من محله، وإيلا بيطلب منه يمسك لايت وبيعرفه إن ده كيرا الحقيقي. وللأسف الراجل بيطلع من مؤيدين كيرا، بيضرب إيلا على دماغه وبيوقعه على الأرض، وبيجري لايت وبيروح لتيا في المكان اللي قال لها عليه. لما بيقابلها بيطلب منها تهرب معاه ويرمي المذكرة دي خالص وما يستخدموهاش تاني. هنا تيا بتتصدم لما بتعرف إنه كتب اسمها في المذكرة، بتشدها منه وبتشوف إنه كاتب إنها هتموت لو خدت منه المذكرة. فجأة المكان كله بينهار بيهم، بيقعوا من مكان عالي وبتموت تيا. أما لايت فبيقع في البحر، ورقته بتقع في النار وبتتحرق. بيدخل لايت في غيبوبة وبيتم التحقيق مع إيلا، وده لأنه بيطارد شخص مظلوم وهو لايت واللي دخل في غيبوبة، ولسه جرائم القتل موجودة، ومعنى كده إن مش هو القاتل الحقيقي، وإن كيرا لسه لحد دلوقتي حر طليق وكل استنتاجاتك طلعت غلط. بعدها بنروح للمستشفى وبنشوف واحد بيحط المذكرة جنب لايت بيفوق من الغيبوبة وبيخبيها تحت المخدة. هنا بقى بيجيله جيمس وبيقول له إنه ما كانش متوقع إن ابنه هو كيرا، وإنه اتأكد من كده لما لقى خبر إطلاق سراح أنتوني في أوضته. ولايت بيقول له إنه فعلا هو اللي رتب له كل حاجة حصلت، وإنه فتح الموقع قبل ما يهرب من المدرسة، كتب في مذكرته أسماء المجرمين، وكتب برضه إنه يقع في المية، وإن في دكتور هيكون موجود لحظة سقوطه في المية وإنه هينقذه من الغرق، وإن الدكتور ده هيستخدم خبرته علشان يدخله في غيبوبة مؤقتة، وده طبعا عشان الشك يتشال من عليه وتفضل الجرايم شغالة زي ما هي. وهنا هتظهر براءته. بيعترف لوالده كمان إنه خلى متحرش يقعد قدام التلفزيون ويكتب أسماء المجرمين علشان يروحوا واحد ورا التاني، وإنه يروح له المستشفى بعد يومين ويديله المذكرة. في الوقت ده إيلا بيشك إن تيا ليها علاقة بالموضوع، بيطلع على بيتها وبيفضل يدور في حاجتها لحد ما بيلاقي الورقة اللي فيها أسماء الضباط اللي انتحروا واللي تيا كانت سرقتها من لاين. إيلا بيعرف حكاية المذكرة وإن الاسم اللي هيكتب فيها هيموت، وبنشوف إيلا بيكتب اسم لايت في ورقة المذكرة. وهنا بقى ريك بيروح للايت المستشفى وبيقول له إن البشر دايما مثيرين للجدل. بنستنتج إن لايت هيموت لأن إيلا كتب اسمه في مذكرة الموت. وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة. استنونا في أفلام تانية جاية كتير. سلام.